اهلا بكم في حلقه جديده، والنهارده معانا خدعتين ان شاء الله يعجبوكم، ويلا بينا نبتدي. خلونا نبتدي باول خدعه معانا النهارده، وهي الساحر بيبقى معاه قطعه من الاوريو، بس نكتشف ان قطعه الاوريو فعلا حجمها ابتدى يكبر. ومش بس كده، ده كمان حجمها ممكن يصغر وتختفي تماما. كل المشكله في الخدعه دي هي في قطعه الاوريو نفسها، لانها مصممه للخدعه السحريه، لان الجزء الكريم اللي بيبقى موجود في النص هو في الحقيقه قطعه اسفنجيه، يعني لما تضغط عليها فعلا هتختفي تماما. وبكده لما ترفع ايدك من عليها تدريجيا هيرجع حجمها الطبيعي مرة تانية. وقبل ما اروح لتاني خدعة معانا النهاردة، لو لسه مشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة، وكمان متنساش تعملنا لايك يا جميل، ويلا بينا نبتدي. تاني خدعة معانا النهاردة هي للساحر دينامو. في الخدعة دي الساحر بيحرك عملة معدنية وبيخليها تلف على الترابيزة، ونكتشف فجأة ان الساحر قدر يخليها تلف على صباعه، وكمان يحافظ على التوازن بتاعها. وهنا برضو المشكلة في القطعة المعدنية، لأن الساحر في الحقيقة بيبقى مجهز قطعتين. أول قطعة بتبقى طبيعية جدا مفيهاش أي حاجة، إنما تاني قطعة بتبقى مصممة للخدعة السحرية، لأن تاني قطعة بيبقى خارج منها الجزء ده بيبقى سهل جدا إن أنت تلزقه في صباعك بدبل فيس أو بأي مادة قابلة للزق. وبالتالي بمجرد إن أنت تحرك العملة دي، فبالتالي هي هتتحرك وهي لسه ثابتة عن طريق القطعة اللي أنت مثبتها في إيديك. فبطبيعة الحال الساحر بيحرك العملة الطبيعية على الترابيزة وبيستناها، أول ما تنزل بيظهر العملة التانية، العملة اللي أساسا مخبيها ورا صابعه من البداية. عموما دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة، وما تنساش تنزل تحت وتكتب كومنت جميل علشان أجمل كومنت هيظهر معانا الحلقة اللي جاية. لينك الفيسبوك تحت، وكمان لينك الانستجرام. اشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.